نقولوا أنه توا هو يمسك بيده السلطات الثلاثة. نحب نقول علاش يا أخي النهضة عن طريق سيد نور الدين بحري ما كانتش ماسكة بالقضاء؟ القضاء كان في يده راه، وأنا أشهد على ذلك. ها نعطيكم مثال، وقت اللي شدت من 2011 حتى الحركة القضائية اللي تعملت، كان راهو فما زوز حركات قضائية تعملت ما تعملت كان بكم انتم، يعني بالنهضة. يعني هو في 2012 هو وزير، و2013 ديبي 2013 وبعده جاء معناها وزير اللي هو متاعهم قريب للنهضة. الحركة القضائية وقتها ما فماش لا هيئة القضاء العدلي ولا والو، وهما اللي عطلوا معناها إنشاء هيئة القضاء العدلي باش وقتها تمكنوا من وقتها وزير العدل. راه وزير العدل هو كان هو معناه بالقانون القديم هو اللي ينوب رئيس الجمهورية في مجلس الأعلى للقضاء، وكنتوا تستعملوا في رئيس المجلس الأعلى للقضاء القديم نتاع بن علي. وتعاملت الحركة القضائية نتاع 2012، وأنا أقولها وأعيدها وقلتها في 2012 وكتبتها وقلتها في الإعلام: سنعاني من هذه الحركة التي قام بها وزير العدل بمفرده معناها كمؤسسة، وسنعاني منها على الأقل 10 سنوات، وهنا قاعدين نعاني منها. طيب 3 شهور كنوا بعد